شكرا للهلال، شكرا للاتحاد. لم أجد أفضل من العبارتين السابقتين كاستهلال لبداية تقرير قمة الكرة السعودية التي وفت بكامل وعودها نظير سهرة المتعة التي أهداها الفريقان لكل جمهور الكرة الجميلة. بدأت السهرة بشكل مبكر حيث يختفي مصطلح جس النبض في مباريات القمم. الهلال يفرض سيطرة كاملة على أرجاء الملعب. القائد محمد الشلهوب يرفع كرة بالمقاس لرأس مهاجمه يوسف العربي الذي فعل ما يجب فعله في هذه الكرة، ولكن مبروك زايد أشعل في هذه اللحظة فتيل تحدي الحراس. من الجهة اليسرى الاتحادية هذه المرة يناور العابد وسلمان الفرج لتأتي العرضية الهلالية التي افتقدت لمتابعة الهجوم الأزرق. ظهر الاتحاد أخيرا في منتصف الشوط، كرة يصنعها نور بيده لويندل، لكن الأخير هذا أصابته على ما يبدو رهبة مواجهة المرمى. الهلاليون يعودون للسيطرة من جديد. الفريدي يضع العابد في وضع الانفراد، إلا أن الأخير هذا يسدد في جسم مبروك زايد لتعود الكرة للفريدي من جديد، ولكن اليد الاتحادية الغير مقصودة تنقذ المرمى الاتحادي. ولأن الاتحاد طرفا في هذه القمة كان لابد أن يأتي الرد على السيطرة الزرقاء. باولو جورج يضع كرة على رأس أسامة المولد قبل أن يرد حسن العتيبي على تألق مبروك زايد. نايف هزازي يلعب دور صانع الألعاب البارع في هذه الكرة، فيوصل ويندل للمرمى الهلالي، لكن حسن العتيبي يؤكد أنه في الموعد. لم يشأ مبروك زايد أن يخرج فريقه بخسارة هدف قبل التوجه لغرفة الملابس، فتصدى للقذيفة الأقوى من قدم نواف العابد. بذكاء غير مستغرب من الشلهوب يلعب كرة ماكرة للفريدي يعكسها أيضا بذكاء لرأس العربي، لكن مبروك زايد يكمل مسلسل الذكاء في هذه الهجمة. العارضة الاتحادية تتدخل وتتكفل هذه المرة بإبعاد كرة المرشدي التي كانت أعلى مما يجب. بسيناريو الشوط الأول بدأ الهلال شوط المباراة الثاني. الشلهوب يقترب كثيرا من تسجيل الهدف الأول والعربي يرفض ذلك. محمد الشلهوب يواصل تألقه اللافت في هذه المباراة، يلعب كرة بسيناريو متكرر للعربي، فيما العربي يصر على الزاوية الخطأ. يترك الاتحاد أراضيه في محاولة أولى في شوط المباراة الثاني، لكنها لم تشكل خطرا حقيقيا من الصقر على مرمى العتيبي. في الدقيقة 76 ترفض الكرة إلا أن تترجم أحقية الهلال بهدف أول، فتستعصي لعبة الهرماش على مبروك زايد رغم كل محاولات التصدي التي قام بها. جول! الهدف الأول للزعيم، الهدف الأول للزعيم، سجل عادل هرماش. هرماش يسجل أول أهداف الهلال، أول أجوال الهلال. لم يعد أمام الاتحاد بعد هدف الهلال سوى الخروج بكامل عدته من مناطقه. باولو جورج يمرر لهزازي الذي استدار ببراعة قبل أن يسدد كرة مباغتة وجدت العتيبي في الموعد. لقطة أثارت الجمهور الاتحادي مع قائده نور حين احتج بشكل كبير على المجري فيكتور كاساي لمطالبته بركلة جزاء. قبل النهاية ب10 دقائق يأتي الفرج الاتحادي عن طريق نايف هزازي برأسه التي تعرف طريق الشباك بشكل جيد. جول! الله! جول! راس نايف العالي يهز شبك الزعيم الهلالي. 1-1. الله! الله يا نايف، الله يا هزازي، كرة جت على راس نايف، نايف ما صح إلا آخر 10 دقائق. يرمي الألماني توماس دول بكامل أوراقه في الملعب، إلا أن أي منها لم يصنع الفارق. تأتي صافرة المجاري ليتناصف الفريقان نقاط مباراة
كانت تستحق أن نطلق عليها قمة الدوري السعودي حين وفت بكامل وعودها في هذا المساء. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني.